باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كثيرون يظنون إن السعادة هي في كثرة المال، وإن الراحة تشترى بالذهب والفضة، لكن الحق أقول لكم ليس المال هو الذي يعطي السلام، بل أنا هو إله السلام. تأملوا إن الغنى الحقيقي هو غنى النفس بالله. الغنى أمامي هو من يملك الإيمان والرحمة والصدق والوداعة، من يعطي الفقير، هو من يربح في السماء كنزا لا يزول. فاحذروا من أن تغلق محبة المال قلوبكم عن سماع صوتي. عيشوا أحرارا من قيود الطمع، واملأوا قلوبكم بمحبة الله والناس. واعلم إن المال يشبع الجسد يوما، أما محبتي فتشبع الروح إلى الأبد. اختاروا كنزكم الحقيقي في السماء، حيث لا سوس ولا صدى، حيث تكون قلوبكم معي في النور. لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. اختاروني أنا، لأن من اختارني لا يعوزه شيء، لأن المال ليس عدوا، لكنه اختبار للقلب. كم من غني جلس على مائدة المملوءة لأنه بكى، لأنه وحيد. وكم من فقير أكل القليل بفرح، لأن قلبه كان مملوءا بمحبة الله. الغنى الذي أريده هو غنى المحبة والرحمة والإيمان. عندما تساعد محتاجا تكون أغنى من كل ملوك الأرض. لا تجعلوا المال سيدكم، بل اجعلوه وسيلة لعمل الخير. كل عطية تعطيها من قلبك يتحول في السماء إلى نور في طريقك، لأن من يشكر في القليل أعطيه بركات السماء بلا حساب. أما من يطلب المزيد بلا رضا فلن يشبع أبدا، لأن الجشع حفرة لا تمتلئ. عيشوا بسلام، لا تخافوا من الغد. أنتم أغلى من العصافير التي أطعمها كل يوم. فكم بالحري أرعاكم أنتم. لا تهتموا بماذا تأكلون أو تلبسون، فكل هذا يزاد لكم. إن كنتم تبحثون عن ملكوتي أولا، احفظوا قلوبكم من الطمع واملؤوها بالمحبة، لأن القلب الذي يسكنه المال يصدى، أما القلب الذي أسكنه أنا فيضيء إلى الأبد. أحبوا وامنحوا واغفروا وعيشوا في سلام، فكل ما هو أرضي يزول، أما ما هو لي فيبقى إلى الأبد. أنا هو كنزكم الحقيقي، وأنا هو الطريق والحق والحياة. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. لا تدعوا المال يخدعكم ببريق الزائل، فالمال يشبه السراب، تظن ماء، لكنك عندما تصل إليه لا تجد سوى العطش. أما أنا فأنا الماء الحي، من يشرب مني لا يعطش أبدا. كثيرون ركضوا وراء الغنى، فقدوا سلامهم ونسيوا وجهي. لكن عندما تتوب القلوب وتعود إلي أستقبلها بالفرح، كالآب الذي احتضن ابن الضال وقال له: أنت ابني، كنت ميتا فعشت، وكنت ضالا فوجدت. من يعطي بمحبة هو الذي يعرفني حقا، لأن العطاء هي لغتي.
هو طريق السماء. عندما تفرح يفرح الآخرين، وتواسي الحزين، وتطعم الجائع، وتزور المريض. حينها تضع كنزك في السماء، حيث يستطيع أحد أن يسرقه منك. أنا لا أطلب منكم أن تتركوا كل شيء، بل أن تطهروا قلوبكم من عبودية المال، ليكن المال في أيديكم وليس في قلوبكم. اجعلوه وسيلة للخير وليس غاية للحياة. افتحوا قلوبكم لي، واعلم إن الحياة قصيرة، لكن المحبة التي تزرعونها تبقى إلى الأبد. أنا هو الغنى الذي لا يفنى، وأنا هو الحب الذي لا ينتهي. يسوع بيريدك أن تكون أغنى إنسان بالمحبة وليس بالمال. إذا كنت تؤمن أن يسوع المسيح صلب على الصليب ومات وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، اكتب آمين.